يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين على عيونكم كلكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قبل برضو ما نسمع الفيديو ان شاء الله بإذن الله، انا عارفة ومتأكدة ان الفيديو ده هيعجبكم. نعمل اشتراك ونعمل لايك وندعم الفيديو، وكتر اللايكات يا جماعة هترفع الفيديو معايا، فان شاء الله اللي يشوف الفيديو ما يستخسرش لايك. ومتشكرة جدا على اللايك اللي هتعملوه من دلوقتي وعلى الكومنت اللي هتعملوه من دلوقتي. الفيديو هيعجبكم جدا جدا جدا. الفيديو فيه كل تفاصيل الفطير، كل التفاصيل، تفاصيل التسوية، تفاصيل العجين، كل حاجة في الفيديو. العجين بالتفصيل، التسوية بالتفصيل، توريقة الفطير بالتفصيل، كل حاجة هتشوفوها معايا في الفيديو. روتين، أحلى روتين يوم الفطير. يوم الفطير ده طبعا للمحبين الفطير، وخاصة الناس أو الجماعة اللي زينا الفلاحين. الأرياف طبعا بيطلع منها أحسن المعجنات. مش بضايق بقية الناس، بس يعني في ناس دايما بتقول ان الريفية او الست اللي على قد اللي على قدها دي مش بتعرف انها تتقن موضوع الاكل او موضوع المعجنات او اي حاجة، زي الست مثلا اللي هي البندرية او ست اللي هي مثلا عايشة في القاهرة. لا طبعا الحاجات دي اصلا ليها ناسها، وما شاء الله الله اكبر، في ناس ليها في كل حاجة. المناظر الطبيعية اللي في الريف أصلا لوحدها تخليكي إنك تسمعي وتتابعي كل الريفيين. من غير الريف ما كانتش المدينة، من غير الفقير ما كانش الغني، فكل حاجة وليها حاجة. نعمل اشتراك ونعمل لايك للفيديو ونخش سريعا بنفس طويل ونهدي نفسنا كده، وندخل نعمل فنجان قهوة ونسمع الفيديو للآخر، وكلكم تكتبولي انتوا مين. تمام. اول ما دخلتلي الصبح كده، اللهم صل اللهم بارك، اول ما دخلتلي الصبح كده ما شاء الله الله اكبر. بصوا فرحان ازاي، انا بصلي على النبي عليه عشان هو فرحان، عشان انا ما يحسب المرة لاصحابه. فاللهم صل على سيدنا محمد. بحب اول ما اخشه لما يقعد يحتفل بيا اللي انا دخلت له كده، ويعمل الاصوات الحلوه دي، ويقعد يرقص بجناحاته كده. عندي شويه الزرع الصغننين المقطقطين اللي انتوا شايفينهم معايا دول، لقيتهم كده دبلانين وناشفين، فقررت ان انا ارويهم عشان بقالهم كام يوم ما ترووش. ورويتهم زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. ده شويه نعناع. على فكره الزرع دوت واحده صاحبتي وحبيبتي جدا، مش صاحبتي يعني ومش اختي على فكره برضو، يعني حاجه اكتر من كده بكتير والله. هي اللي جايبه لي الزرع ده، وهي اللي عاملاه من غير ما اقول. هي اللي جايباه وهي اللي زرعاه، يعني هي اللي زرعهولي كمان في قلب الحاجات دي، وهي اللي قايله لي ارويه. وهي يعني ربنا يا رب يبارك لها ويسعدها في حياتها، ومطرح ما هي الخير يروح لها، ودايما تلاقي ناس يخافوا عليها، وربنا يوقف لها ولاد الحلال دايما يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. ساعات الاصحاب او المعرفة بتبقى افضل كمان من الاخوات، بس بيبقى فيه برضو اخوات كويسين عشان برضو ما نظلمش الاخوات. وربنا يديم المحبة ويديم المعروف بينكم كلكم يا رب، وبين المسلمين جميعا يا رب، ويوقف لنا كلنا ولاد الحلال. تعالوا بقى نشوف شوية حاجات كده عن الفطير بتاعنا النهاردة. هنبدأ من أول ما ندخل الدقيق، هنبدأ من أول نخيل الدقيق زي ما انتم ما شايفين كده. الدقيق لازم يتنخل كويس عشان لو في أي حاجة، وخاصة في الصيف، أي حاجة فيه تطلع في المنخل. أصلا نخيل الدقيق لوحده بيساعد العجينة على نجاحها. يعني النخيل لوحده بيخلي الدقيق مفلفلة، يعني بيفرفر الدقيق كده، ولو في أي حاجة بتتشال في المنخل. مش هياخد منك حاجة 3 دقايق مش اكتر. ربع معلقة ملح كده صغيرة، يعني ربع معلقة ملح على المعلقة الصغيرة. هنا معايا برضو معلقة صغيرة اهيت، بس من اللي احنا بنحلي بيها الشاي بقى، مش التانية كانت معلقة توابل. هنحط بيها كده حوالي معلقتين كبار. هي معلقة صغيرة، بس لو عاوز تحطي المعلقة الكبيرة تحطي معلقتين كبار. ونقلب كويس كده السكر والملح في قلب الدقيق، او لو عاوزة تدوبي السكر والملح في المية، فالاتنين في الاخر هيدوكي نتيجة واحدة. وبعد كده هننزل بالمية شوية شوية. وطبعا انتوا عارفين ان عجينة الفطير بتبقى يابسة شوية، مش بتبقى مرقة، ومش بتبقى زي بتاع الدقيق، لا بتبقى جامدة شوية. بس لازم تسيبيها بعد ما يتعجن شوية ترتاح، ولازم تسيبيها بعد ما تقطع شوية ترتاح. ده من نجاح العجينة، وكمان عشان ما يتعبكيش، وعلشان تطلع معاكي ناجحة.
ما تتنكيش كل ما تيجي تفردي تلم، كل ما تيجي تفردي تلم، لا ريحي العجينه. العجينه هتطلع معاكي حلوه وهتريحك وهتفرد معاكي ومش هتلم. اللهم صل اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم الله اكبر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. دايما وانت بتعجني كده الدقيق او بتعملي اي حاجه في مطبخك عموما، يعني اكل او شرب، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام واذكروا الله لا اله الا الله. الحاجه معاكي هتبقى زي الفل. نعمل اشتراك ونعمل لايك للقناه. بعد اذنكم تعليق حلو، انا طمعانه في تعليقاتكم الحلوه. معلش هو دلوقتي الفيديو هينعدل، بس هي دي حاجه جت كده في التصوير غلط. دلوقتي حالا هينعدل. هنا حطينا شويه زيت كده على وش العجينه وسبتها شويه، وبعدين بدات ان انا اقطع في العجينه واكورها على ايدي، وهبدا ان انا اقطعها قطع صغيره وهرصها على الصينيه البيضه اللي موجوده قدامي دي. والطبق اللي موجود جنبها دوت طبق فيه سمنه صناعي وسمنه بلدي، اللي هي الزبده البلدي الفلاحي على سمنه صناعي، وحطيتهم على البوتاجاز ساحوا شويه او سيبيهم بره التلاجة شويه فهتسيح، وبعد كده قلبيهم مع بعض ان هم يختلطوا كويس، عشان دلوقتي اللي هنستعملهم في الرقات بتاع الفطير. واللهم صل على سيدنا محمد في وش الفطير. بس كمان هنحط على وش الفطير حته سمنه بلدي صافي، او لو في موجوده عندك قشطه تحطيها برضه على وش الفطيره قبل ما تسويها. طبعا زي ما قلت لكم كل التفاصيل معايا، تفاصيل العجين، تفاصيل التقطيع، تفاصيل التبطيط، تفاصيل السوا، كله معانا ان شاء الله داخل الفيديو، حتى التوريقه بتاعه الفطيره، حتى العسل والطحينه اللي حطيناها جنب الفطيره. نسمع الفيديو للاخر ونعمل اشتراك ونعمل لايك، هيعجبكم ان شاء الله. حالا هينعدل الفيديو وهيرجع ملو القناه باذن الله، ملو الفيديو، ملو الشاشه، معلش اسفه والله. وهيبقى زي الفل دلوقتي. بس هو تقريبا مش عارفة هو واحنا بنصور ولا هو التليفون ولا في ايه، برضو الفيديو اللي قبل ده كان فيه مشكلة. على الله، كله على الله ان شاء الله، بإذن الله خير، بإذن الله خير. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما حضراتكم شايفين كده، راق عجين وراق سمنة وراق عجين وراق سمنة، ونبدأ ان احنا نبطط ونعملها قد القرصة كده. زي ما حضراتكم شايفين ادي عجينة وعجينة وفي النص سمنة، ونبدأ ان احنا نبطط على ايدينا كده، وهندوس عليها كمان في الصينية، هنبططها قد القرصة. وبعد كده هتبقى هنخليها بسوا الاولانية، وبعد كده نحط دي على دي ونجيب غيرها. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم بارك. طبعا يوم الفطير ده بيبقى يوم جميل، جميل 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 جدا 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 كمان، لان كفايه الريحه اصلا، ريحه الفطير خطيره، ريحه خير، ريحه السمنه البلدي بقى، ريحه بتاع ايام زمان كده، ريحه الدفا بتاع زمان، حاجات كده الواحد مفتقدها والله، بس يعني حاجات زي الفل ان شاء الله. الفطير جميل جدا وطعمه كان خطير جدا، والله اكبر اللهم بارك. انا مكنتش مكتره زي ما حضراتكم شايفين كده الكميه اللي انا عاملاها. انا عملت فطيرتين اتنين، واحده وسط وواحده صغيره، يعني انا كمان ما عملتش حاجه كبيره، هي دي وسط وواحده اصغر منها بس كده، ما فيش اكتر من كده. هنا بقى حطينا سمنه، وبعد كده حطيت زي ما قلت لحضراتكم السمنه البلدي او الزبده البلدي هي على وش الفطيره. لو في قشطه برضو نحط قشطه. هنا بقى كان معانا كده شويه ذره برضو، شخص عزيز علينا برضو كان جايب لنا ذره. طبعا احنا في موسم الذره، بدات ان احنا كده نفرده ونقشره ونقليه في الفرن قبل ما نعمل الفطير. ربنا يعوض عليه والله. احنا لقينا في الذره دوت يعني حاجات كده ممكن تأذي محصول الذرة، الفلاح عارف انا اقصد ايه، فربنا يعوض عليه في المحصول. ما شاء الله اللهم بارك. قليناه الاول، وبعد كده نضفنا الفرن ومسحنا البلاطه بتاع الفرن، وهدينا الفرن خالص او طفناه قيمه مثلا 10 دقايق او حاجه. وبعد كده بدأنا ان احنا نسوي الفطير زي ما حضراتكم شايفين. تفاصيل التسويه كامله معاكي، تفاصيل التسويه كلها كامله معاكي. ركزي بس كده واستني، كل تفاصيل الفطيرة هتقب من يمة ويمة لأ، فهتتضير. هخلي اليمة اللي ما قبتش مكان اليمة اللي قبت، وهتبص تلاقي الاتنين قبوا زي ما شفت دلوقتي،
أبو دي يعني عليت، يعني نفشت، يعني ارتفعت. وبعدين بدأت ان هي بقى تتحمر. بصي انا بوريكي ان هي كده بدأت تعلى. بصي هي كده عالية عالية ومش عجينة، بدأت في مرحلة السوا، دخلت في مرحلة السوا وبدأت انها ترتفع. الفطيرة لما ترتفع دي حاجة كويسة جدا، عشان بتبقى تورقتها حلوة، طعمها حلو. الفطيرة اصلا انا اصلا بحب الفطير، فانا ما حدش كلمني عن الفطير. الفطير حاجة خرافة بصراحة. اللهم صل على سيدنا محمد. حاجة كده فوق القمة والجمال، حاجات كده ربانية، حاجات من قديم الأزل بنعملها وتربينا عليها، بس عمرها ما هتقدم. حاجات هتنها مستمرة وشغالة معانا. الفطير من الأكلات المصرية الريفية الجميلة جدا جدا جدا. زي ما حضراتكم شايفين كده النتيجة بتاعة الفطير. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم بارك، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شايفين جمال الفطيرة، شايفين حلاوتها. الله أكبر، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد. ونفسي بالله الله صحابي يا جماعة، دايما لما تكوني بتعملي حاجة صلي على النبي واشكري الله. هنا العسل مع الطحينة زي ما حضراتكم شايفين. عاوزة تسيبيه كده نص ونص ماشي، عاوزة تقلبيه واحدة واحدة كده برضو ماشي، عاوزة تقلبيه كله في بعضه ويندمج كله في بعضه خالص برضو ماشي. انا جبت لكم جميع المراحل عشان تبقوا بس ايوه دي دمج الاخيره. عاوزه كده ماشي، عاوزه كده ماشي، عاوزه عسل لوحده ماشي. فطبعا كل واحده ولها ذوقها. دول شويه بقى فول بطماطم، انما ايه بقى جنب الفطير. اما بقى على شويه البيض اللي بالسمنه البلدي، اللهم صل، اللهم بارك، اللهم ديمها نعمه يا رب. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. حاجة الله أكبر ما شاء الله. بصوا التوريقة بقى بتاعت الفطيرة، بصوا تعدوها أصلا، يعني الفطيرة تتعد رقريق ما شاء الله. رقيقة جدا، رقتها رقيقة جدا ما شاء الله، جميلة ازاي، الله أكبر. وأحسن حاجة بقى